بس كده أخيرا وصلنا للحلقة رقم 2 من دورة الماك بوك. يلا بينا نبدأ، نقول بسم الله وعلى بركة الله. الحلقة اللي فاتت تعلمنا ازاي نظبط الشريط بتاع الأيقونات اللي تحت، وازاي نظبط المنيو بار اللي فوق، وكل حاجة تعلمناها مع بعضينا. ولكن في شوية أساسيات احنا ما تعلمناهاش أصلا في الحلقة الأولى، بينا نتعلمها. نفتح الإعدادات برضو زي ما احنا عارفين. الإعدادات أول ما بتفتح مش بتفتح بالشكل ده، بتفتح أصغر من الشكل ده. تعال أوريك كده مثلا. هي مش هتصغر دلوقتي، نصغرها من فوق. شايفين الثلاث علامات اللي فوق دول اهو؟ ببعد منهم الماوس مفيش حاجة بتظهر، ولكن لما بقرب منهم الماوس بيظهر ثلاث علامات. علامة الزائد ده اهي عشان تكبر الأيقونة، وعلامة الماينص أو الناقص دي تسحب الأيقونة الأساسية بتاعتها في شريط الأيقونات تحت. بضغطة واحدة تظهر تاني. أما علامة الإكس دي معروفة، بتنهي التطبيق نهائي، ولكن ده مش في كل التطبيقات، ده مع تطبيق الإعدادات أو تطبيقات النظام فقط. ولكن مثلا لو عندك مثلا تطبيق زي الساعة، هنخش له زي كده عايزين ننهيه، هننهيه من الإكس برضو تم الانهاء خالص. ولكن لو خشينا على تطبيق مثلا زي مثلا الملاحظات، زي ما انت شايف الملاحظات زي كده، لو دوست على علامة الإكس مش هتختفي خالص، في نقطة بيضة هنا تحت اهو زي ما انت شايف. النقطة البيضة دي بص، ادوس كليك يمين زي كده اهو، ادوس على انهاء. اللي انا عملته ده اسمه نهاية التطبيق من الخلفية. لكن لو دوست على الاكس، علامة الاكس بس فقط اللي فوق، التطبيق هيفضل تحتيه نقطة بيضة بتعرفك ان التطبيق لسه شغال في الخلفية. وده بيستهلك من البطارية بتاعت الماك بوك لو هو مقفول اصلا، بيستهلك. نرجع تاني نشوف ايه معانا النهاردة هنتعلم. نفتح برضو الاعدادات بتاعتنا زي ما انت عارف. خلاص اتعلمنا الثلاث نقط اللي فوق في اي تطبيق: تكبير وسحب ايقونة التطبيق وانهاء التطبيق خالص. طب لو انا يا سيدي عايز التطبيق مثلا ياخد نص الشاشة او الشاشة كلها، في اختصارات بس نطلع كده من تطبيق الاعدادات، نركنه شوية. نفتح تطبيق مثلا ايه، جوجل كروم. جوجل كروم زي ما انت شايف لو عايزه مثلا ياخد نص الشاشة هسحبه لتحت كده اهو، خد نص الشاشة بتاعتي. عايز ياخد الشاشة كاملة بنفس اللي انا عملته، الماوس فوق خالص كده اهو، اسحبه واطلع بص كده اهو، اسيبه كده اهو، ارميه فين؟ ارميه فوق، حدد لي الشاشة كاملة، اسيبه خد الشاشة كاملة ما عدا اللي تحت. لا مثلا عايز ياخد الشاشة كاملة كلها وحتى شريط الايقونات ما يبانش، ندوس يا سيدي على علامة التكبير اللي هي العلامة الخضراء دي اهو، دوسنا كده اهو، الشاشة اتملت، ده اختفى. ممكن ارجع له بالماوس بس كل حاجة اختفت. التطبيق خد المكان كله بالكامل. ده لو انت حابب كده، مش حابب بترجع برضو من هنا تاني. دي اختصارات مهمة جدا، انك ترمي التطبيق لفوق ياخد معاك الشاشة كاملة، ترميه تحت ياخد معاك نص الشاشة، وهكذا. وعرفنا التصغير والتكبير والانهاء من شريط الايقونات نهائي من الخلفية عشان ما يستهلكش طاقة. ونيجي للنقطة الأهم، ده التطبيقات. عندك التطبيقات كلها دي ممكن تضيفها هنا في شريط الايقونات تحت. عن طريق ازاي؟ تروح على الايقونه بتدوس دوسه مطوله كده اهو، بتسحب الايقونه لتحت، ما ترميهاش كده لفوق، ما تجيبهاش من فوق، لا تجيبها من تحت زي كده اهو. نرجعها تاني مكانها بنرجعها بيها دلوقتي، انهيها. لا احنا مش عايزين كاميرا دلوقتي، مش عايزين كاميرا. انهيها خالص كده، نرجع للتطبيقات تاني اهو، نرجع هنا يا باشا. التطبيق اللي انا عايزه مثلا هاخده زي كده، دوس دوسه مطوله، ارميه هنا تحت. بص فتح لي مكان بالنسبه له، اسيبه يا باشا ينزل هنا اهو، هو كده شغال. اروح جاي هنا ضغط عليه كليك يمين زي ما اتعلمنا، انهاء. النقطه البيضاء اختفت من تحت اهو، زي ما انت شايف النقطه البيضاء تم الاختفاء منها نهائيا. وتعلمنا برضو الحلقه اللي فاتت ازاي تضيف حاجات فوق وازاي تضيف حاجات تحت. الحلقه النهارده دي اتعلمت ازاي تضيف حاجات تحت. انت بقى لو عايز تتعلم حاجات زياده وحاجات اكتر اكتب لي تحت عشان ننزل لك الحلقه رقم 3 من دوره الماك بوك، وان شاء الله ما تكونش اخر حلقه لينا مع الماك بوك. يلا اسيبكم في رعايه الله والسلام عليكم. بس قبل ما تمشي ما تنساش تصلي على سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتنزل تحت تفعل زر الجرس وتضغط الجرس على الكل عشان يوصل لك كل حلقاتنا ان شاء الله. السلام عليكم.